السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين لولاء يوسف. نبدأ كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاكم ده طقم كرانيش وأستك. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله، يعني مش باين ان هو اصلا معمول فيه أستك، كأنه طقم سرير ملاية كرانيش عادي. وشايفين كمان الخداديات تقفيلها عامل ازاي. احنا شرحنا مع بعض الاول طريقة القص وتركيب الكورنيش على الملاية، وبعد كده عملت جزء تاني لتركيب عملت الخداديات وتركيب الكرانيش عليها. ودلوقتي بقى هقص معاكم، هركب القطعه بتاعت المرتبه اللي هتبقى فيها الاستيك. طبعا احنا كنا قاصين في القص قطعتين، كل قطعه 45، لان انا ارتفاع المرتبه معايا 35. فانتوا اعملوا حسابكم، لو المرتبه معاكم 25 او 35 او اي ارتفاع بتزودي عليه 10 سنتي، لان بعد الخياطه بيصفوا معاكي على 8 سنتي. انا هنا معايا، عشان معايا هنا الملايه الارتفاع بتاعي 45، فكان معايا 40 سنتي طبعا اللي فاضلين من عرض القماش. ركبت عليهم حوالي 7 سنتي فصيفي كده خلاص بقى معايا. ركبتهم بعرض بتاع الملايه اللي هو كان 210. تمام. ركبت قطعة 7 سنتي، بحيث ان كده معايا ارتفاع المرتبة 45 سنتي. 45 سنتي دول هيكونوا من عند الرجل، من عند ظهر السرير من ورا، من عند الرجلين يعني. بسيبهم زي ما انتم شايفين. وكنت مركبه الكورنيش بعد ال 45 سنتي. طبعا احنا ركبنا الكورنيش ده مع بعض في الشرح اللي فات، اللي هو كان الجزء الاول. تمام كده مع بعض. نقول لا حول ولا قوه الا بالله ونكمل. شوفوا كده بقى القطعه اللي انا موصلاها في بعضيها، عملت لها خياطه واوفر، وموصلاهم في بعض. زي ما قلت لكم هما قطعتين، يعني 85 عرضها 35 قسمها على 2 وتوصلهم في بعض. بصوا بقى من عند البرسل بتاعها كده بحط الوش في الوش بتاع القماش اللي هو الارتفاع 45، يبقى كده معايا 45 على 45 على بعض. بروح مركباهم دايسه عليهم سنجر بالمكنه، وبعمل الاول فرماتوره. فرماتوره دي يعني بتجيب الخياطه مرتين. ادينا ماشيين اهوت. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هاجي بقى من عندي مبدأ، لما اجي ادخل على نهايه ال 45 سنتي هيكونوا بقى داخلين على بدايه الكورنيش. تمام كده معايا. انا بص ما رضيتش اجري الفيديو وخليته لكم زي ما هو التصوير العادي، ما رضيتش اجريه عشان خاطر تشوفوا كل تفصيله في التركيب ده، لان الملايه دي بصراحه فيها شغل شويه. بصوا انا بقى لفيت بالملايه، يعني شوفوا تعتبر زي ما اكون عملت دوران كده عشان امشي بقى على الطول بتاع المرتبه اللي هو المترين. يعني انا دلوقتي عملت ال 45 ورحت لفه بايدي كده، والقماش تحت الدواس. لفيت عشان امشي بقى على الطول اللي هو المترين اللي هو فوق الكورنيش. القطعه دي طبعا بقى بركبها فوق الكورنيش. طبعا خلي بالكم، هي بتتعمل ملايه عاديه خالص على فكره. يعني مثلا اللي هيركز في الشغل دوت هيلاقي صعبه فيها شغل كتير، بس لو عرفت لها هتلاقيها اسهل طريقه. طبعا انا شغلي يعتبر مختلف عن اي حد، يعني في ناس كتير بيعملوا بطريقه مختلفه عن ديت. انا بصراحه عامله طريقه كده اللي لقيت نفسي مرتاحه فيها، وبحيث ان تطلع مظبوطه، بحيث ان الكورنيش كمان يظهر معاكي مشدود بطريقه حلوه وما يبانش اصلا ان هو في استك. انا ماشيه كده فوق الكورنيش، وبرضك خلي بالكم بدانيني بايدي من فوق ومن تحت بظبط كرانيشي. والقماش اللي هعمله بقى اللي هو الارتفاع بتاع الاستك بحطه فيه اهوت. معاكم اهو. بجري بس الفيديو شويه عشان نوصل للنهايه. كده وصلت بقى للطول المترين بتاع الكورنيش. يعني انا كده مشيت بطول مترين فوق الكرانيش بقطعه القماش اللي هنعمل فيها الاستك. وهحود بقى زي ما انتم شايفين كده، هحود بالمكنه كده وبايدي مع القماش، عشان بقى اعمل الدوران بتاع اللي انا هعمل من عند الراس، من عند راس السرير. هيبقى في طبعا لسه في قطعه ارتفاع 45 بعرض اللي هو المترين و10 لا 160. هنمشي كده مع بعض ونقول لا اله الا الله. مرضتش اجري الفيديو برضك عشان تبقوا انتوا عارفين، بحيث ان يعني في كام حاجه كده تبقى مهمه في الفيديو ده. لو ركزتي فيهم هتلاقي طريقه الملايه الاستك حلوه، لان في كتير قوي قالوا لي اشرحها لنا، وهي بصراحه احنا عايزين نعرفها هي بتبقى صعبه ولا فهي سهله والله، بس هي اول مره بس بتبقى صعبه شويه. وهو فعلا الطب ده فيه شغل كتير يا بنات، ما تيجوا تشتغلوه يعني حاولوا تحسبوه كويس، لان هو في خيطه كتير. في خيطه كورنيش الاول، وبعد كده بتحطي كمان قطعه القماش اللي هتعمليها الاستك خياطه كمان. هو في خيطه كتير، وغير كمان خيطه الاستك كمان على القطعه ديت.
انا كده ماشيه اهوت بالعرض بتاع الملايه اللي هو 160، اللي احنا كنا قاصين الملايه طبعا ايه 210، لان يبقى فيها 160 وفيها كمان الارتفاع بتاع المرتبه، تبقى كده على بعضيها. هاجي بقى انا هدخل بقى، طبعا هنمشي مع بعض اهو لغايه ما اوصل. انا اكون معلمه عند 165 وعامله فرده و162، لان انا اكون واكله منها 2 سنتي او سنتي ونص في الكورنيش في الاول. هكون عامله معلمه بالمقص علامه، بحيث ان انا ايه اجي اقص وماشي عندها. هنمشي اهوت مع بعض، نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهي حتى كمان انا بوريها لكم وانا بقيسها اهيت. انا طبعا انا ارتفاع مرتبتي 45، دي بتبقى حسب ارتفاع مرتبتك انت. وعملت فرد اهو بالمقص زي ما انتم شايفين كده. يا رب تكون طريقه الشرح يعني سهله وبسيطه، واقدر ايه اوصل لكم المعلومه وانا اتكلم معاكم كده بطبيعتي يعني. لا اله الا الله. حتى كمان عملت فرد مع الفرد اللي هو الاولاني بتاع القماش المنقوش، بحيث ان احنا ايه خلاص عرفنا ان هي كده المكنه هتقف لغايه هنا، السنجر هيقف لغايه دي، عشان بعد كده اعمل دوران بقى اهو كده بقى خلاص ماشي. انا كده ثبت الابره في عند الفرد ده تمام. هروح بقى ايه وشوفوا بص انا عملت ايه. رحت مدوره كده القطعه ديت تمام اهي، خليتها بقى تبقى ايه على ايه على 45 اللي هو الارتفاع بتاع المرتبه، وهعملها بقى في الارتفاع بتاع المرتبه اللي هو المنقوش، اللي هو برضك هيبقى فاضل معايا 45، يبقى الوش في الوش بقى معاكم اهو. هي فيها قطعه زياده انتوا بقى تقصوها اهي. هيبقى مثلا في خياطه 2 سم زي ما انا وريت لكم اهو، يعني القطعه دي على 2 سم من القماش المنقوش، مش قد بعض عراض كده. وهتروحي بقى ايه نازله ايه بطول ال 45 سم اهو. بوريكم حتى ايه تحت في الخيط المنقوش فيها 2 سم مش اكتر. هو الساده دوت زياده معايا فانا ما قصيتهوش يعني. بنزل اهو الارتفاع ده اللي هو الارتفاع بتاع المرتبه من عند الحيطه، من عند الحيطه، من عند يعني عند الراس في ارتفاع الناحيه التانية ارتفاع المرتبه 45 اهو. يبقى احنا كده خلاص ركبنا الكورنيش من بدايه ال 45 من عند الرجلين الملايه لنهايه من عند الراس للجنب بتاع الحيطه، يعتبر داير ما يدور. يبقى كده معاك الكورنيش معاكي كده الارتفاع بتاع المرتبه نص منقوش ونص ساده. المنقوش ده اللي احنا مش قصينا فيه حاجه، هو اصلا جاي من عرض من عرض القماش بتاع الملايه، ومن العرض اللي احنا كمان قصيناه كمان بتاع الملايه اللي هو القماش، يعني عشان احنا قصينا 210 وهي الملايه اصلا القماش اصلا 240. فطبعا معانا كده ايه نص الملايه لو لاحظتوه يعني بعد ما تشوفوا في التصوير هتلاقي النص معمول منقوش والنص ساده. يعني انت برضك لو انت عايز تعملي كله منقوش براحتك، بس انا يفضل لو الكورنيش ساده زي ما انتم شايفينه كده من فوق، يفضل ان تخلي الارتفاع بتاع المرتبه ساده عشان ما يضاهيش. يعني دي حاجه برضك بقولها لك معلومه كويسه، لما يكون الكورنيش بتاعك ساده خلي اللي تحت منه ساده، بحيث هو لو القماش طبعا الساده بيبقى خفيف شويه ما يضاهيش المنقوش تحت منه، ما يبقاش مضاهي يعني. كده انا خلاص قفلت شغلي وان شاء الله بتالي كده انا سرفلت. هنروح بقى ايه نقص القطعه اللي هي هتطلع، هي بس قطعه واحده بس اللي بقصها 45 في 45 المربع 45 في 45، هو من جنب واحد بس اللي بقصه، اما الباقي كله توصيل في بعضه اهو 45 وفي 45، وبروح معلمه الاتنين على بعض وعاملاهم زي مثلث كده. لا اله الا الله. انا بس ببقى بجري الفيديو برضك وانا بصور بحيث ما تبقاش المده طويله عليكم في الشرح. انا علمت في جنب طبعا مش هيبقى فيه توصيلات، هو والجنب ده اللي احنا ايه هيبقى فيه لسه في جنب هيبقى الارتفاع بتاع المرتبه. هتعمليه بقى ده اللي هو طريقه المربع اللي انت بتقصيه 45 في 45 وتطلعي منه الارتفاع بتاع المرتبه. بتروحي مطبقاهم على بعض ال 45 وعاملاهم زي المثلث كده
وبتخلي الحراف على الحراف بتاعت القماش، وتروحي تانية اهوت معاكي زي مثلث اهو. لما تيجي تقصيه بقى هتلاقيها قطعة 45 في 45، هتلاقيها قطعة متساوية. تروحي معلمة وقص. انا بحاول بقدر الامكان اوريكم، لان هو يعني ايه في شويه تفاصيل كده. طبعا اللي مش عملها قبل كده بتبقى صعبه بالنسبه له، بالنسبه للمبتدئات بتبقى صعبه. يعني اكتر شرح هو للمبتدئات، انه احب انه لو حاولوا يفهموني ان شاء الله وينفذوا معايا، ربنا ان شاء الله ييسرها معاهم. طبعا الناس الخبره يعني انا مش هعدل على حد، يعني مش محتاجين انا اشرح لهم حاجه. طبعا بقى هي مش محتاجه دي سرفله، فهاتني ايه تانية فوق التانية واعمل فرماتوره. هي كانت الابره بقى فلتت الخط بتاعها اهو. بعمل فرماتوره، خلي بالكم في البدايات والنهايات لازم تعملي خياطه مرتين، فرماتوره كده في الاول اهو، التانية فوق التانية. يعني اصلا دي مش محتاجه اوفر. ده اللي هو الجزء اللي هو هيتقص مربع 45 في 45، او انت بقى حسب ارتفاع مرتبتك. احنا بقى انت كده كده عندك اساسي، لو ارتفاع المرتبه 30 او اي ارتفاع بتزود عليه 10 سنتي. ادي هو معايا الارتفاع بتاعي كده تمام. هنروح بقى ان شاء الله عشان ايه نركب الاستك. انا كده تنيت بردك، بوريكم ان انا تنيت الديل بتاع الملايه وتنيت وبقفل الجناب. خلي بالكم من التقفيلات دي. قبل ما اركب الاستك بركب الجوبير. لما بتيجي تركبي الجوبير زي ما قلت لكم قبل كده في الشرح، طبعا اللي قبل كده كنت منزلهم عشان اقول لكم يعني بعض التكات كده ما بتحصل، عشان ما تطلعش معاكي الملايه فيها شويه كشكشه كده وانت فرشاها على المرتبه. بتركبي الجوبير براحه ايدك. اما القماش بتكوني شداه، يعني ايه شداه بحيث انه ما يكونش فيه كشكشه. هوريكم اهوت. طبعا بالنسبه للجوبير انا بجيب باللفه، ما بجيبش بالمتر، لان المتر لو جبت بالمتر هيهدر معاكي في الفلوس، هيكلفك اكتر ما تجيبي باللفه. اللفه بتجيبيها بتعملي منها كذا طقم، ممكن طقمين، ممكن 3 اطقم على حسب الشغل اللي هيكون فيه الجوبير. انا ببدا اهوت الجوبير بتاعي. طبعا هندوس طبعا زي ما قلت لكم فرماتوره في الاول، وهنمشي بقى بالجوبير على حرف المنايه، حرف المرتبه. معلش انا بطيئه شويه في الشغل على المكنه، بس عشان هحاول بس ايه يعني اوريكم الشغل فيها ازاي. بشد القماش من تحت بفرده عشان لو في اي كشكشه، والجوبير بخليه براحه ايدي بحيث ان هو ما يكونش شادد وراه. ما ينفعش تعملي 2 شادين، شدي القماش والجوبير براحه ايدك. وبفرد بقى وانا ماشيه بايدي كده الكرانيش عشان تطلع مفروده، ونقول لا اله الا الله. يا رب بس اكون قدرت كده اوصل لكم المعلومه وتقدروا بس تفهموني، ويبقى بس شرح مبسط ليكم. انا مش عايزه حاجه غير انكم بس يعني ما اجي انزل شرح تفهموا مني بقدر الامكان، يعني ده كل اللي يهمني. كده انا خلصت خلاص، دخلت كده على نهايه الجوبير اللي هو بتاع الطول بتاعه كان مترين، اللي هو طول الكورنيش. طبعا هنا بعمل طول الكورنيش مترين اللي هو طول المرتبه، يعني الكورنيش بتاعك بيتركب على طول المرتبه مترين. ما بتقدريش تزودي فيه حاجه لانك انت عايزه الكورنيش من بدايه المرتبه لنهايه المرتبه، مش هينفع تزودي فيه حاجه. يعني ممكن تزودي سنتي يبقى داخل شويه مع الارتفاع، لكن غير كده مش هينفع تزودي حاجه، لانك انت عايزه الكورنيش من بدايه المرتبه من طولها لنهايه طولها. كده خلاص خلصنا كده تركيب الجوبير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا الله. كده خلاص خلصناه، بوريكم اهوت النهايه اهو. طبعا زي ما انتوا بقى عارفين بقى بتبقوا بقى مشطبين الجناب بتاعه الكورنيش والديل بتاعه تانيينه، وبوريكم بقى ان انا بنهي او بديت الجوبير من عند الرجل عند المنقوش، ونهيت من عند الراس اللي هو ايه الساده. هاجي بقى اركب الاستيك بتاعي، ببدا بردك من عند الراس، المكان اللي هو يبقى فيه الوصله يعني. انا بردك الاستيك بجيبه بالكيلو،
بتبقى لفه حلوه يعني، بتبقى نص كيلو، والمطه بتاعته حلوه مريحه. ده استك مستورد بيبقى خفيف وكويس. اما الاستك المصري بيبقى تقيل والشده بتاعته جامده، فممكن يقطع مع الغسيل. هنبدا كده بسم الله ولا اله الا الله. طبعا انا عامله الديل بتاع ارتفاع المرتبه ده سرفله دايم ما يدور. تمام. لو ما عندكيش سرفله هتروحي بقى عاملاه تانيتين فوق بعض كده مع الاستك، لكن انا عندي سرفله فبروح عاملاه دايم ما يدور سرفله، بيسهل عليكي. وبتروحي بقى ايه مثبته الاستك الاول كده فرماتوره بالعرض، وبعد كده بتروحي ماشيه بقى ايه عامله بعرض الاستك فوقيه كده قماش، وتروحي ماشيه فوق الاستك خياطه. يعني انت مثلا هتتني القماش على الاستك، القماش هتتنيه على الاستك ده بعرض الاستك يعني بتاع 2 سم، يعني الاستك عرضه 2 سم، وهتروحي تانيه فوقيه 2 سم بالقماش، وتروحي شاده الاستك بتاعك، وتروحي بقى ماشيه بالقماش مريحاه. يعني انا اصلا ما بحسبش عاوز كام استك بصراحه، لان انا بعمل باللفه على بعضيها وما بقصش فيه. فبعمل استك اللفه على بعضيها، بروح زي ما انتم شايفينها كده هي مفكوكه، بروح مركبه الاستك، وبعد ما اخلصه خالص بروح قصه من اللفه زي ما انتم شايفين كده. بروح بقى شد الاستك بتاعه اهو، بشده يعني عشان برضك هو في مط، عشان يبقى حتى يبقى في مط اهو زي ما انتم شايفين، حتى بتلاقيه بكشكش اهوت معاكم. بروح شداه، واروح بقى عامله ايه القماش مريحاه على الشده بتاعت الاستك. يعني بصوا بردك بتروحي شد الاستك هو اللي بتشديه، وبتريحي القماش عليه زي ما انتم شايفين اهو، بتروحي مقفله القماش عليه دايسه بالمكنه. هبقى دايسه بردك على الاستك بالخياطه، مش بتدوسي بعد الاستك، لا بتدوسي على الاستك يعني على حرف الاوفر مع حرف الاستك، بتدوسي عليهم هما الاتنين خياطه. زي ما انتم شايفين اهو الكشكشه بتاعت الاستك اهي، خياطه نظيفه اهيت وشغل نظيف. وبوريكم المطه يعني، شوفوا بص المطه اهيت حلوه معاكي اهيت، يعني لا بشد قوي 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 ولا برخ قوي، بخليها مطه حلوه يعني. والاستك ده نوع نظيف بحيث ان هو ايه يبقى مع العميل حاجه تعيش معاه. انا كده خلاص خلصت اللي هو الجزء اللي هو كان ساده في الارتفاع بتاع المرتبه، وداخله على الجزء اللي هو المنقوش اهو، اللي هو من عند الراس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شايفين بشد استكي وبروح مقفله عليه بالخياطه. وبوريكم كمان شايفين الاستك، يعني انا بحاول بقدر الامكان يعني انا ايه اظبط لكم التصوير والصوت والشرح. باجي بقى انا بنهي اهو خلاص كده، انا نهيت بنهي خلاص، انا اصلا جريت كده انا كنت بجرب الفيديو وانا بصور، فبوريكم بقى انا بنهي اهو بشد الاستك بتاعي وانا داخله على النهايه، وبروح قصه زي ما انتم شفتوا اهوت، وادخل بقى بالخياطه زي ما قلت لكم بحرف السرفله مع حرف الاستك، وادوس عليهم هما الاثنين، بدوس على الاثنين عشان يبقى معاكي الاستك متثبت بالخياطه. وباجي عند النهايه بروح دايسه فرماتوره اهو، فرماتوره عرض مش طول بس، بروح دايسه فرماتوره طول وفرماتوره عرض بعرض الاستك. يبقى انا كده مثبته الاستك من الاول عرض، مثبتاه فرماتوره، ومن الاخر بردك عرض معاكم اهوت كده. نهايه الاستك وبدايه الاستك جنب بعض، مش لازم يكونوا راكبين فوق بعض الاستك، مش لازم، عادي لو في بينهم 2 سم فارغ مفيش مشكله، اهو في بينهم 2 سم فارغين مش مشكله خالص يعني، ما تقليش نفسك بيهم، هما كده كده اصلا يعني ايه، هو الملايه ما بتتفرد بتبقى شاده معاكي وكويسه وبتبقى مظبوطه. انا اصلا سلمت الطقم دوت، ما رضيتش انزله لما سلمته، واتاكدت ان صاحبته ان هو ما شاء الله يعني تمام عندها على السرير ومظبوط. انت بس اهم حاجه بتاخدي مقاساتك من العميل. لما بتيجي تشتغلي ملايه استك بتشوفي الاول الملايه عرضها كام، المرتبه عرضها كام، وارتفاعها وطولها، دول اهم حاجه وتمشي عليهم. معاكي الملايه العرض بتاع المرتبه 160 بتخليه 165، الارتفاع 30 بتخليه 40، بتزودي على الارتفاع 10 سم وبتزودي على العرض 5 سم. اهو ما شاء الله معاكم الكورنيش، هو اصلا مش محتاج حاجه، الطقم مش محتاج مكوه، بس لازم نص الشغل مكوه، نص الشغل سواء ملابس او مفروشات. صراحه المكوه بتخلي الشغل حاجه تانية خالص، بتظهر تعبك وبتخليك انت تحسي انت عملتي حاجه كويسه. بوريكم الاستك شفتوا نضيف ازاي، حتى ظهر الكورنيش نضيف معاكي اهو. ليه بقى انا كنت بقول لكم هو نص منقوش ونص ساده اهو، حتى الظاهر اهو تحت الكورنيش ساده، ومن الجهه التانية منقوش، اللي هو كان اصلا مش متوصل، هو اصلا مقصوص مع قطعه الملايه على طول.
ادي كده معاكم اهوت، احنا كده قربنا ننهي. خلاص الحمد لله خلصنا كده تركيب ارتفاعنا للمرتبه والاستك وكوينا وصورنا. شايفين الشغل عامل ازاي؟ اللهم بارك. يعني الشغل معمول فعلا فعلا بحب. انا لما باجي اشتغل طقم السرير انا مش مشكله عندي ان انا بقى اعمل اطلع انتاج في اليوم ملايه 2 3، لا، انا اهم حاجه عندي النتيجه. حتى انت هتشوفوا كمان الفينش بتاع الخداديه ظاهر في التصوير، الملايه نفسها كمان الفينش بتاعها ظاهر في التصوير. شايفين الجوبير مشدود، الكرانيش كلها متساويه، الشغل متساوي. انا ما بشكرش في نفسي والله، انا ليا طريقه مختلفه في الشغل بس بتطلع معاكي شغل كويس. شايفين كمان رفعت الكورنيش، ارتفاع المرتبه هو زي ما انتم شايفين. ليه انا بعمل ساده؟ بحيث ان انا لو انا عامله الكورنيش ساده بيبقى تحتيه ساده افضل، عشان ما يبقاش عامل ضي غامق. لكن لو عملته منوش هيبقى عامل ضي معاكي غامق. وشايفين كمان النظافه بتاعت الشغل، يعني الظهر باين معاكي. يعني بصي كل الظهر موجود تحت ظهر الملايه، اللي هو تقفيل الكورنيش مع الارتفاع موجودين هما الاثنين مع بعض تحت الملايه. وكده خلاص كده خلصنا. وموراكم كمان بصوا الشغل اهو باين، يعني بيبان على حاجه. بصوا كمان التقفيل والنظافه بتاعته. بعمل سرفله وخياطه، ما بعملش سرفله بس او خياطه بس، لازم الاتنين. الشغل بيبقى مكلف صحيح ومعمول فيه شغل كتير، بس بعمل حاجه انها تعيش مع العميل، تبقى غسيل وفرش. اللي بياخد مني الشغل الحمد لله من يوم ما اشتغلت بقالي 7 سنين عمري ما حدش اشتكى مني قال الخياطه فكت. احمدك واشكر فضلك يا رب. والاستك معاكم اهو. انا كده رفعت لكم الاستك من على المرتبه، وبوريكم ادي الجنب اهوت اللي هو بتاع الارتفاع من عند بدايه المرتبه فيها معاكي 4 ارتفاعات. ادي ده جنب، وبمشي معاكم كمان عشان اوريكم الجنب اللي بعد منه. وبكده خلصنا الحمد لله. بقى معاكم ملايتنا اللي هي كرانيش واستك. ويا رب اكون قدرت يعني اوصل لكم المعلومه ويكون شرحي مبسط، وتبقوا معايا على طول. ودايما تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولو عجبكم شغلي فعلا فعلا يا ريت مش تحرموني من تعليقاتكم ولا حتى مشاهدتكم للفيديو. يعني يا ريت تشوفوا الفيديو كده وتسمعوا كل تفصيله فيه، هتلاقيني يعني شرحي مختلف عن اي حد، بحيث انت تطلعي شغل ما شاء الله عليه. اللهم بارك. هسيب لكم بقى الجزء الاول والتاني في صندوق الوصف، بحيث ان انتوا يعني تشوفوا الفيديو متسلسل ورا بعضه، اول وتاني والتالت. ده هيبقى التالت ان شاء الله. وبكده بقى انا هنا ان شاء الله شرح مع بعض، ويا رب يكون مفيد بالنسبه لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.